الدوله لا، اصل الدوله غير النظام. الدولة غير النظام. الدولة هي المؤسسات المصرية ذات التاريخ المصري الوطني. النظام ده النظام يفسد ويصح ويخطئ. لكن كان في مؤسسات عندما يفسد الدولة عندما يفسد النظام لما يتجاوز عشرات السنين، الدولة أساسها بينهار. حضرتك كأن بالظبط عندك تسريب مية وعندك الأساس بيتخلخل وبيقع. لازم نعترف إن كان في انهيار في الدولة. على فكرة مش خلاف، بس ده الأستاذ جمال بيقوله. ده الأستاذ جمال بيقوله. نكمل أول جملة مفيدة بس. اللي بنعاني منه النهارده ده عشان ما تقولش احنا مختلفين. لا، هو مفيش خلاف يا أستاذ جمال. لحظة واحدة. لحظة. طب لحظة. ده الأستاذ جمال بيقوله. يعني هو أستاذ جمال اللي احنا بنعاني منه النهارده هو نتيجة فعلا لأنه الفساد عدى النظام وبدأ يتغلغل في كيان الدولة. أأكد الكلام. احنا قلنا النظام يتغير ولا يعنينا النظام. رئيس فاسد يتشال، المؤسسات نفسها والحكومة إلى المؤسسات التاريخية ذات التراكم التاريخي هي اللي بتشكل الدولة. إنما تصديقا لكلام الأستاذ أن عندما يدوب الفساد في الدولة اللي هو في النظام، يعني لابد أن تتأثر الدولة طبعا. وهنا أقول أن من 10 سنوات بدأ الدولة تتفتت. أعلن وفاة الدولة في 28 يناير 2011. إنما لا أستطيع أن أقول إن الثلاث ساعات بتوع 28 يناير 2011 فتتوا وجعلوا الدولة تنهار. لا أستاذ جمال، دي مش الدولة يا أستاذ جمال، ده النظام. حضرتك برضو الفساد هو الذي أدى إلى هذا. نحن الآن في مرحلة خطرة جدا على فكرة. ليست تشتت القوى السياسية ولا نعمل دستور إزاي، ودي مشكلة خطيرة، ورئيس الجمهورية ودي قضية أخطر. ولكن الإشكالية دلوقتي كيف نعيد صياغة بناء المؤسسات التي تشكل دولة ديمقراطية مدنية حديثة. دي فعلا حضرتك عندها دي قضية. بس أنا عايزة الأستاذ محمد، بما إن يعني حضرتك من صناع برضو الدراما وأكيد متأثرة بالأحداث اللي بتحصل دي، شايف إنه إيه المطلوب في المرحلة الجاية دي إن هو يحصل علشان العملية تبقى أكثر وضوحا، وإن إحنا ما نبقاش زي ما أستاذ جمال بيقول إحنا في مرحلة لسه مش عارفين نبني نفسنا، مش عارفين نقوم تاني. إيه المطلوب من الدراما؟ أنا هبدأ بس بكلام حتة كده من كلام الدكتور وليد لما قال الشيطان يكمن في التفاصيل. احنا دايما بنقول ان الفن تفاصيل. فده قد يكون عند مش هقول التيار الديني، خلاص هنقول الحزب الحرية والعدالة الذي اصبح مسيطرا النهارده في مجلس الشعب. لن يفرض احد على الفنان المصري وجهة نظره، لانه الفن اصلا لا يوجه. وانا جاي النهارده مخصوص عشان اقول الكلمتين دول، خلاصه الموضوع اللي انا عاوز اطلع بيه، لان كلنا اصبحنا نعاني النهارده، واصبح نوع من انا اسف في اللفظ، يعني في نعره كده بدات تطلع. ما ده اللي انا عايز اعرفه. حزب الاغلبيه احنا قادرين قادرين نشكل حكومه ائتلاف جديده، قادرين ان احنا نحكم، قادرين الله فاضل تقولوا موافقه في الاخر. طب استاذ محمد، يعني ده اللي فاضل. لازم نتعامل مع بعض. بالزبط. انا اسف بس معلش، لازم نتعامل مع بعض باحترام العقول. نحن نحترم من يتكلم، وكلنا بنحترم وجهه نظر الاخر. لازم نتعلم نسمع بعض. لازم نتعلم، انت عندك فكر عاوز تقوله ما تفرضوش عليا. بس حضرتك كلامك ده بيعكس حاجه مهمه. انا احاربه في فكري، مش احاربه ادخل معاه في حرب. لا، الفكر لا يحاربه الا فكر. حضرتك ده كلامك بيعكس حاجه مهمه. واضح من داخل الوسط الفني في مخاوف كتيره جدا، طبعا والاغلبيه لما الفنانين يطلعوا يعملوا مسيره عشان خاطر يروحوا مجلس الشعب، انا لومت بعض الفنانين، ولكن قالوا احنا عايزين من البدايه نشارك. قلت احنا ما نقولش ده، احنا مش رايحين. انت مش رايح يعني لسه في اول يوم الناس احنا مش عارفين ايه مجلس الشعب، ولا عارفين هيقولوا ايه. مش عارفين الموضوع هيروح فين. المخاوف دي يعني انا عايزه اعرف من حضرتك، هي برضو يعني بنتيجه يعني قرارات اتخذت من الجانب الاسلامي، ولا دي مجرد مخاوف فانتوا بتسبقوا، فانتوا بتقولوا احنا هنعمل لا مسيرات عشان ما حدش يتدخل؟ الفن المصري عانى واتزرع جوه الناس مش من 30 سنه، من 60 سنه، من اول ثوره 52، انه اصبح هناك فزاعه اسمها الاخوان المسلمين. بس اللي انا عايزه اعرفه تغيري ده في ثانيه. مؤخرا هل تم التدخل فعلي؟ لا، انا بحكم على فكر
أيوة تدخل فعلي لما حضرتك تفاجئ النهارده ان في قضيه معموله على عادل امام وخد حكم غيابي ب3 شهور ومحدش عارفين مين اللي عملها. لا ده حضرتك فتحت موضوع مهم جدا. ده حضرتك نفسك اترفع عليك قضايا بسبب ده لسه امبارح يوم الخميس انا ما اعرفش طبعا، ما بتهمش حد لان ما اعرفش مين اللي رفع عليا قضيه اساسا. محامي لقى اسمه نفس اسمه. انت فتحت لهم الباب. انت لما تفتح الباب على الكبير اللي هو عادل امام اللي يقال عنه ان هو نجم مصر والاخره، كلنا بنحترم موزعين والاخره، وبنحترم فكره اللي قدم بيه، وبنحترم المؤلفين اللي اشتغل معاهم، وبنحترم كيان. يبقى اكيد خلاص الباب مفتوح بقى على الناس كلها. فتحت الباب، ولذلك انا بطلب من النقابه، وكلمت النهارده نقيب السينمائيين، والمفروض ان احنا هنتقابل هنعمل اجتماعات عشان خاطر نشوف حل عشان ما نبقاش احنا. بس عايزه اسال برضو عشان يعني ما نعممش، هل ده بسبب برضو الاشخاص دول بينتموا لتيار ديني ولا اشخاص عاديين؟ انا ما اعرفش. ممكن يكونوا اشخاص عاديين. انا ما بتهمش حد عشان كلامي بس يبقى واضح، لان الكلمه اللي بتطلع انا بتحاسب عليها شخصيا من نفسي. أيوة. انا ما بتهمش حد، انا بقول انت فتحت الباب النهارده بقى كارت ارهاب. لما انا ونوال مصطفى الكاتبه الصحفيه اللي بتكتب وبتحل مشاكل الناس، النهارده نفاجئ محضر جاي يخبط على الباب عندي على البيت، وتروح محضر يروح لها البيت ما يلقاش، يروح لها الاخبار عشان خاطر في محامي لقى اسمه نفس اسم البطل اللي انا جايبه، فنزلت اخبار بنفس الاسم، فقال لك انتوا كده بتشوهوا صورتي. قضيه محضر يجي لي على البيت النهارده ويخبط على الباب ومش عارف ايه. عرفت من المخرج عادل الاعصر ان الاستاذ محمود ابو زيد النهارده واحده رفعت عليه قضيه او حد رفع عليه قضيه عشان قصه العمه نور بتشبه مش عارف ايه، هنفتح الباب على مصراعيه. القضيه دي موجوده فاحنا من زمان. انا عايز اوجه رساله انه احنا كفنانين مش هنسيب مصر، مش هنسيب البلد. زي ما التيار زي ما جماعه الاخوان المسلمين صمدوا ومش هيسيبوا البلد، احنا كفنانين النهارده هنقول وجهه نظرنا. يوم ان يخطئ اي تيار في الدنيا، الفساد موجود. احنا كنا اتكلمنا عن الفساد، انا في مسلسلي العنكبوت اتكلمت عن الفساد اللي حصل دلوقتي عن الجامعات الاهليه من 4 سنين او من 5 سنين. قلت لهم يا جماعه خلي بالكم، مصر حصل فيها كذا وكذا 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 وكذا، ومعلومات موثقه من احد الوزراء اللي كانوا موجودين، واتقال المعلومات دي، واتقال الناس بتهرب فلوسها فين، البنك اللي موجود في لندن في جزيره كذا كذا كذا، وقلنا كل الكلام ده ولا حياه لمن تنادي. اذا انت النهارده لما تيجي تقولي ده مش موجود النهارده عليك انت في الساحه، الله لن مفيش حد يوم ما يحصل اي فساد من اي جهه علينا احنا كفنانين ان احنا مش هنقاوم ده، انما احنا هنحط ايدينا على الفساد وهنقول ما حدش هيحجر على الفساد. نرلي بدالنا في هذه القضيه يعني مش فن. انا اسف انفعالي بس لانه وجهي العمله واحده. عايز اقول الحقيقه حاجه على مسؤوليتي. اكمل لو سمحت. اتفضل. انا اسف انا فكرتك بتعلق تعليق سريع. لا ما لسه ما علقتش يعني. انت سالت سؤال بتقولي هل هناك بوادر تدخل فعلي او طبعا هناك بعض التصريحات، وهنا لابد ان نفصل بين تيارين، تيار الاخوان وتيار السلفيين. في استراتيجيه بتجمع الاثنين لا نقاش، ولكن برضه عشان يبقى الامور اكثر وضوحا يعني. السلفيين طبعا ومنهم احد الشخصيات المزعجه بتصريحاتها يوميا بدأ الموضوع باعتباره ان ادب نجيب محفوظ هو ادب الدعار والمخدرات الى اخر هذا الكلام. هي دي هذه البدايه التي استفزت الفنانين. هم يتحدثون عن الفن المتزن او الهويه المصريه، يعني هم القضيتين دول اللي بيطرحوا بيهم. انا اريد ان اقول في هذه القضيه اولا الفن، الاستاذ محمد يقول الفنانين فنانين، ليس بالضروره الفنانين فقط، هو كل مواطن مصري يعي حرية الرأي ويقتنع بحرية التعبير ويدرك قيمة الفن ودوره، هو جندي في هذه المعركة وليس الفنون بالذات. يعني أنا شخصيا لو في القاهرة ما كنت في أسيوط كنت هبقى أطلع في وزارة الفنانين. إشكالية الفن هنا مع هؤلاء ليس بالضرورة الإخوان أو السلفيين، مع أي منغلق أو على فكرة القضايا دي ما قبل كده يعني أعشاب البحر إلى آخر هذا الكلام قبل ذلك. الفنان هو المبدع في كل المجالات الذي يعبر عن مشاعره من خلال آلية فنية، تمثيل، إخراج، موسيقى، فن تشكيل إلى آخر هذا الكلام. هذه قدرة إبداعية ربنا أعطاها له، وقدرة للتعبير برضو تخص إبداع الفنان بشكل عام هو إبداع شخصي ذاتي لا أستطيع أن أتدخل فيه، أقبله أو لا أقبله من زاوية أنا. طبعا بالتأكيد أنا من خلال ثقافتي
وتربيتي وايديولوجيتي اقبل فن ولا اقبل فن، ولكن القياس هنا كل فنان يجب ومن حقه ان يعبر عما يريد، وعلى المتلقي يقبل او يرفض. ده موضوع مهم. بس معانا اتصال تليفوني عشان بقاله فتره معانا الكاتبه الصحفيه والاديبه استاذه نوال مصطفى. الو. ايوه، مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء النور. اهلا بحضرتك. احنا النهارده